السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. في الفيديو ده هنكمل بقية اليوم اللي انا ابتديته في مراكش بالكواد بايكنج، وهنكمل هنروح جامع الفنا علشان نصلي الجمعة ونلف في المدينة القديمة. لو ما شفتش الفيديو بتاع الكواد بايكنج ميك شور تو تشيك ات اوت عشان تبقى فاهم اليوم مشي ازاي من اوله. هحط لك لينك هنا فوق، ولو انت بتتفرج عليا من الفيسبوك هتلاقي اللينك في الديسكريبشن تحت. ولو اول مرة بتجوين القناة اهلا بيك. انا اسمي احمد عباس، طبيب مقيم في انجلترا، وبعمل فيديوهات بدوكيمنت فيها اللايف ستايل هنا في انجلترا ورحلاتي المختلفة اللي انا بعملها. اسيبكم على الفيديو، اتمنى ان انتم تستمتعوا بيه ان شاء الله. سلام. عم علي هنا عنده حاجات جميله جدا بيبيعها، وهو هيوريني حاجه انا سالت عنها، انا ما كنتش فاهم دي بتاعت ايه. أيوة. فلا استنى ورينا شكلها وهي مقفول كده الاول. أيوة. دي اسمها ايه؟ اسمها بواتا. اسمها بواتا. طيب ورينا البواتا دي بتعمل ايه؟ بتتفتح كده ماشي كده عشان يتحط فيها ايه؟ فتح فيها الخاتم حلقه، تحط فيها الخواتم. بس فاهم الناس ان دي بتاعت العرس، دي بتاعت الجواز. تمام. وبعد كده تتفتح كمان كده. ايوه عشان تقلب بريسلت. ايوه هي اللي بيحط البريسلت هنا. ايوه وجوه يتحط خاتم صح؟ خاتم لا كانت مسدوده. لكن ايه؟ لا كانت مسدوده، مغلوقه. مغلوقه وهي مغلوقه. تحط فيها الخاتم حلقه. حلو قوي حلو قوي. تسلم يا عم علي، كتر خيرك. عايزين نصور الحاجه اللي احنا جبناها من عم علي. انا جبت البريسلت ده. مرحبا. جبت البريسلت ده وهو جميل قوي الصراحه. الله اكبر. وهو اداني بسعر كويس. فالحمد لله الحمد لله. قول لي انت من فين في الجنوب بقى؟ انت من طاطا. احنا ما رحناش المكان ده بس اكيد هو مكان حلو ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يا 10 اسامي يا عثمان. انا احمد. بص بقى، انت عارف انا قررت اصورك انت ليه؟ عشان انت بتعمل حاجه احنا عندنا في مصر منها. مرحبا. اللي هي ايه؟ مرحبا، قصب السكر. اللي هي قصب السكر. الله ينور عليك. هتسقينا كوبايه منه بقى ولا ايه الكلام؟ ايه مرحبا. اشوف مكنه بتاعت قصب سكر حاططها على العربيه بجد، يعني this is genius مش ممكن. I love it. I absolutely love it. قصب بيتحط من قدام يطلع من ورا هنا، العصير كله اتعصر. عندنا كوبايه خطيره. تسلم ايديك تسلم ايديك. الناس اللي مش عارفه فوائد قصب السكر، بس الفوائد مكتوبه قوي. بيساعد على افراز البول، بيعطي الطاقه اللازمه، يوصف لعلاج فتح الشهيه، ويقي من تصلب الشرايين، ويعالج النحافه، ويطارد السموم، ويقوي العظام، ونشط الكبد، ويقاوم الامساك، ولا يحتوي على اي اضافات او مواد حافظه، ويقوي الرغبه الجنسيه. ثانك يو فيري ماتش. بس احنا بقى ايه، عايزين نخلص ده وعايزين ندخل الجامع علشان نصلي. للاسف مش هنعرف نصلي في الجامع اللي ورايا ده، اللي هو دي المأذنة بتاعته زي ما انتم شايفين، عشان المسجد ده اللي فهمته بقى ان هو تضرر من الزلزال، وهو مسجد اسمه الكتبية الكتيب حاجة كده. المهم هو جامع معروف قوي هنا، فيعني معلش ان انا مش فاكر اسمه صح، بس انا مشهور ان في حد مغربي هيطلع يصلح لي الاسم دلوقتي. فاحنا هنعدي ونروح الناحيه دي ان شاء الله، عشان في جوامع ممكن نصلي فيها. طيب هو انا في الجامع دلوقتي، بس لازم اوطي صوتي طبعا عشان ما ازعلش حد يعني من الناس اللي بتصلي حواليا. بس بجد يعني انا هصور لكم المنظر. اللهم عايز الاسلام والمسلمين، فعلا حاجه تفرح يعني. اول حاجه منظر المصلين طبعا، يعني ما شاء الله المكان مهول. وبعدين في حتت في الجنب هنا كمان فيها ناس مصلين تانيين. الحاجه التانيه اللي عجبتني ان انت وانت داخل الجامع بيدوك كيس من الاكياس دي، وبعدين عاملين جروف كده. لو انت شايف الحته دي كلها دي معموله عشان تتحط فيها الشنط، فتتحط فيها اللي فانا حاطط الشنطه بتاعتي وحاطط الجزمه بتاعتي، فانت بتدخل بالشوز بتاعتك ومش مضايق حد. الحاجه الثالثه اللي عجبتني، شايف الشباب اللي واقف ده اللي ماسك بتاع الخشب، دول بيعدوا على الناس بمصاحف اللي عايز يقرا زي اللي انا ماسكه ده.
عارف لما شفتهم كده افتكرت اللي يقول لك ايه في المصحف في القرآن، يقول لك الولدان المخلدون اللي هم الشباب الصغير اللي بيقعد يلف، بس في الجنة بقى بيلفوا علينا بكؤوس، يعني هم دلوقتي بيلفوا علينا بمصاحف. كان لازم اعلق برضه على الموضوع ده، كتابة القرآن الخط بتاعهم كاليجرافي ده مختلف شوية عن اللي احنا متعودين عنه، بس ستيل كان ريدت مفيش أي مشاكل، بس جميل. أنا أول مرة أشوف الخط ده. الحمد لله خلصنا صلاة الجمعة وطالعين على السوق. في حاجة بسطاني قوي ان هم احمد كان بيقول لي ان هي بقالها حاجة بتاعت 7-9 شهور مش بتمطر، وهم كانوا بيصلوا حتى صلاة الاستسقاء. فالحمد لله نعمة وفضل وحاجة جميلة جدا ان انا خارج من صلاة الجمعة الدنيا بتمطر اهي، وانا شوية وهلبس الجاكيت بتاعي، فيعني ارض طيبة ورب كريم، فالحمد لله. وربنا ما يحرمهمش من المطر ابدا ولا من الخير، لان دي بلد جميله ويحمي اهلها باذن الله. في حد اتصل بيا انا مش عارف مين الحد ده، وانا كنت في الصلاه فبعت لهم مسج، قلت لهم باللغه العربيه، ببعت باللغه العربيه سوف اعاود الاتصال بكم بعد صلاه الجمعه. فردوا عليا قالوا لي حسنا جمعه طيبه او جمعه مباركه مش فاكر. في الغالب دول بتوع الرحله بتاعت بكره ان شاء الله، عشان احنا بكره رايحين صحراء مرزوقه، ودي هتبقى 3-day trip with 2 nights in the desert. Hiya. No, thank you very much. Thank you. عايزين نجيب طقم شاي، طقم شاي بالكوبايات وبالبراد، ده هيبقى ظريف جدا. و whatever else we fancy بقى. Ideally المفروض I should get a cap محطوط عليه لونه يبقى احمر ومحطوط عليه النجمه بتاعت المغرب، لان الطبيعي يعني انا حبيت المكان وبتاع، فالطبيعي ان انا ابقى لابس كاب بشكلهم بشكل العلم بتاعهم يعني. بس هنشوف بقى القصه دي. طبعا قالوا لي زيت الارجان ومش زيت الارجان وبتاع، not really into that sort of thing، بس برضه هنشوف لو لقينا حاجه كويسه ممكن نجيبها. anyways there's a lot, it's a packed day and I have to get started يعني. يلا ايوه اعطيه بالله عادي لك وينك انت؟ 1 2 3 كم تدوروا حبيبي. الوضع الحالي ان العربيه النقل دي واقفه وواقفه الطريق في الزنقه او في الزقه، والناس دي كلها واقفه ورا كده، فاحنا مستنيين انها تمشي ونمشي وراها. See you later bro. الو الو الو، مين معايا؟ Hi Mariam, how you doing? Yeah, that's okay. I'm good, thank you very much for asking. How are you? Good. That's okay. No, that's alright. That's okay, no problems whatsoever. طيب قولي. I know. Yep. What is? And I'm sorry, Mariam, I missed you again. What's the name of the Café de France? Okay. Type انتي بقول لك ايه, I'm not sure. Is it close to the UN? This is where I'm staying. Diwan Hotel. Yeah, take your time. Pick up معايا بكرة. Did you find it? Good, amazing. Okay, what time? 7 a.m. Yeah. Okay. Type, Mariam, can I ask you a quick question? Type, I know that I'm gonna be gone with you for like 3 days and 2 nights. Yes. Okay. Do you guys offer any sort of quad biking or enduro biking, that sort of thing, in Marzuka Desert?
Oh, okay. Is it nice though? One hour. Okay. Okay, it's a bit expensive because I've done 2 hours. Yeah, I've done it here. Palmera تقريبا اسمها. I didn't give. Yeah, I just done it today. It was amazing. طيب بصي يا مريم، انا مش هتكلم معاكي دلوقتي، انت فاهماني بالعربي صح؟ طيب بصي بقى، انا مش هتكلم معاكي في مصاري دلوقتي خلاص، بس انا هجي بكره ان شاء الله لما نتقابل هيبقى لينا كلام تاني، وانتي بقى لازم تعملي لي ديسكاونت عشان انا مصري وبكلمك بالعربي، فمش هتعامليني زي الاجنبي. اتفقنا ولا ايه الكلام؟ لا انتي ما قلتيش اتفقنا ولا ايه الكلام؟ اسمع منك الكلمه. خلاص طيب خلاص ماشي يا مريم، ميرسي على مكالمتك واشوفك بكره ان شاء الله. يلا باي باي. باي باي. وعليكم السلام. سو سويت والله، دايما بحب اتكلم معاهم كده، دايما بيضحكوا. طيب يلا، احنا نسينا القصه اللي احنا كنا جايين عشان عشان نجيب حاجات حلوه مصريين، فخلينا نشوف الله ده في حد سامعنا اهو. ازاي؟ ايه الاخبار؟ طيب خلينا نشوف الراجل ده عنده ايه. ماشي، هات لي واحده بقلاوه بالبيستاشيو. نعم. اوبا، هات لي واحده ثانيه. لا سيبها خلاص دي. لا هذه خلاص، هات لي انا دي. الثانية عايشة. طيب ودي محشيه ايه؟ هذه فيها تمر. تمر؟ سيبك من التمر. هذا فيها بيستاشيو. لوز. بيستاشيو ولوز. هات لي واحده بيستاشيو وواحده لوز. نعم. وعندك ايه تاني؟ عندك كنافه محشيه اي حاجه؟ عندك كنافه محشيه اي حاجه؟ نعم، هاي محشية فيها لوز وقرقع وبيستاشيو. دي فيها لوز؟ فيها لوز وقرقع هات وبيستاشيو. واحده طيب. فيها 3. ماشي. هاي. ايه تاني؟ ايه تاني؟ بتكان. كان. لا. هذا فيه لوز. ده في لوز وده في ايه؟ هذا فيه كوكو. ايه هذا كوكو؟ كوكو، هذا لوز. الكاوكاو ده اللي هو الفول السوداني احنا بنسميه، هم هنا بيسموه كاوكاو. لا هات اللوز. ايوه هات لي واحده من دي بس كده. ايه؟ لا مش عايز شوكولاته كده، احنا حلوين قوي. مرحبا بك. تسلم. طيب تعالى ورينا بقى الحاجات اللي جوه. احنا عايزين نختار واحد من دول. انت حبيت البراد ده البراد ده سعره 200 درهم. ايوه قلت لك في ارخص، قلت لي انا عاجبني هذا. انا ده اللي عاجبني، بس انت هتعمل لي سعره يبقى احسن من كده. بس بقول لك ايه، انا عايز الحاجات العاليه دي. مو مشكل، في الوان. ماشي. هو ده قلنا سعره كام؟ هنا هو هذاك 150 وده؟ هذاك 220. اللي ب 220 ده خطير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عاجبني اللي ب 220 ده، حلو قوي. وده وانت حلو والناس حلوه. الناس كمان كويس مع المصريين. طيب بص، ده هتحسبوا لي بكام؟ بحسبوا لك ب 200 درهم. لا 220. لا. لو حبيت الاصغر انا مش عايز 180. الأزهر. عبد الحافظ صح؟ عبد الحافظ انا هو ده اللي انا عايزه. خلاص 200. لا 200 كتير. في هذا وفي بص هذا هقول لك حاجه ظريفه. وفي هذا، دو كاملين نفس السعر. بص انا هديك 220 بس هتديهم لي في 3 كاسات. حلو كده حلو. انا منك 3 كاسات. 250 3 كاسات. لا ما انت ما عملتليش حاجه كده، انت كده ما عملتليش حاجه. اول مره بالمغرب. اول مره بالمغرب. بفرح بك. يلا علشان تجي الثانيه والثالثه والرابعه. انت ما تقلقش. خلاص يبقى هاخد ده باذن الله ان شاء الله. وهاخد 3 كاسات هطلع على والله المشاهدين الى ثمن كويس، ثمن مغربي. وهو الكسكس. ايوه عايزين ناكل كسكس. ايه ده انتوا جبتوا الكسكس منين؟ من المنزل. انا والشيف لا هناخد الكاسات وما نعطلكش عن الاكل. اي كاسات خفيفه. انا جاي لك اهو.
6 8 كل معانا. لا يا حبيبي بالهنا والشفا. والله. بالهنا والشفا على راسي والله. والله على راسي. والله لا على راسي والله. استنى بس خلينا ناخد الكاسات بس بتاعتي الاول. مش عارف كلهم برضه حلوين. شارك معنا الطعام. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. ما انت بتتكلم عن دول؟ امال دول ايه سعر تاني بقى؟ اكثر وتيبغوا يمشيو 6 والله. الستة دول بكام؟ 6 150. لا يا عم خلينا في دول يعني. هات لي واحدة خضراء ولا اختار حلو، وهات لي واحدة زرقاء، وهات لي واحدة برتقاني. ماشي. وهتجيب لي حاجة عليها علم وهتحاسبني عليها بكام دي؟ جيب. ما انا لازم اخد واحدة. ده السات كله برضو؟ ما عندكش حاجة عليها علم المغرب تبقى ده سات برضو؟ لا كله سات صح؟ هادو لو بيتي الثلاثة تلك الثلاثة. تاخد لا 3 يبقوا كتير قوي. 3 هتعملهم لي بكام؟ 3 نفس السعر. لا خلينا في دول كويسين خلاص. دول والبراد اسمع ذاك هشام عرض على الاستاذ. عرض على الاستاذ. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا يا جدعان. بالهنا والشفا والله على راسي على راسي على راسي. هروح اكل كسكسي بس بالهنا والشفا. طبعا الناس الجميله دي صممت ان انا لازم اقعد اكل معاها وانا ما اقدرش ارد العزومه بتاعتهم، فكتر خيركم يا جماعه. على راسي والله من فوق. ده كسكسي منزلي. انت ومصر كلها. امي والله امي. هذا ده شيشه ده شيشه. قول يا اخي حاضر بسم الله. قول بسم الله. تقدر تستنى فيهم. انا وجهي يمسخ الوالدين وخطيرين هذا اكثر من هذاك السوق. هذا فراع المنزل هذا. انا امك. بتصوروا؟ احنا كلنا اخوان في الاسلام الحمد لله. احنا بنرحب بمصر. ربنا يخليك. انتوا بلدكم حلوه يا جماعه. والله حتى المصريين احلى. تسلم. والله العظيم.